وصفتنا النهاردة هي الفراخ المقرمشة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. جبت البهارات بتاعتي، ملح وفلفل اسود وتوم باودر وشوية بابريكا مع شوية بهارات مشكلة. قلبتهم كده كلهم مع بعض ونزلت عليهم باللتر من المية. بعد كده جبت الفراخ اللي انا كنت مقطعاها وغسلها كويس ونقعاها في محلول النقع. حطيتها بقى في التتبيله بتاعتي هنا تقريبا ليله كامله. وبعد كده جبت 3 كوبايات من الدقيق، هنزل عليهم برضو بشويه من البابريكا والملح والثوم البودر، وهنا برضو معلقتين كبار من النشا، وهقلب ده كله كده مع بعض. بعد ما طلعت الفراخ بتاعتي من التتبيله هحطها في الدقيق واغمسها في الميه بتاعت التتبيله تاني تقريبا مرتين يا جماعه، عشان الكفر بتاعي يبقى سميك وتديني شكل الفراخ اللي بنشتريها من بره. وبعد كده انفض الدقيق الزياده اللي عليها بالشكل ده. في الوقت ده اكون مولعه على زيت يسخن على البوتاجاز، زيت غزير، وانزل بقى بقطع الفراخ بتاعتي. في الاول بيبقى النار عاليه، وبعد كده اهدي النار شويه، وتقريبا بتقعد 15 دقيقه عشان اضمن ان هي استوت كويس قوي من جوه. طعمها جميل قوي تحفه، واحلى من اللي بنشتريها من بره والله يا جماعه. هنا بعد ما قعدت 15 دقيقة طلعتها ونطلعها على مصفى، مش على مناديل، علشان ما تطراش معايا. صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ودي شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما طلعت. دي قطعة من الصدور، شايفين مستوية زي من جوه. ودي الدبوسة بتاعتنا روعة، وما شاء الله التتبيلة داخلة لجوه، بسم الله ما شاء الله، ومستوية كمان. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا النهارده من وصفتنا، واشوفكم في وصفة تانية باذن الله. مع الف سلامة.